يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة فريق سيمبا التنزاني في ربع النهائي، وذلك بعد تأهل النادي الأهلي كأول مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما تأهل فريق سيمبا كوصيف مجموعته برصيد 9 نقاط. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل 29 مارس في 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية وقطر، وستقام المباراة في العاصمة التنزانية، وستذاع المباراة عبر قناة BN سبورت القطرية. وستقام مباراة الإياب بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني في القاهرة يوم الجمعة الموافق 5 إبريل المقبل. وسيلتقي الفائز من مباراة النادي الأهلي وسيمبا مع الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتيكو الأنغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وسبق وتقابل النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني في 8 مواجهات سابقة، فاز النادي الأهلي ب3 مباريات وفاز سيمبا في 3، وتعادل الفريقين في مباراتين. وتم تأجيل مباراة النادي الأهلي وفيوتشر في بطولة الدوري المصري لأنها تتعارض مع موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني. ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب القادمة لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة في القاهرة، وذلك في مشوار الفريق نحو الحفاظ على اللقب وتحقيق البطولة للمرة ال12 في تاريخه.